المعلم امبابي النهارده كان شكله مستعجل ان هو يسجل هدف النهارده في ماتش اليوفي، وبنك كتير قوي من كور جات له في الماتش كان مستعجل ان هو يحطها جول. يعني امبابي النهارده لو كان هادي زي ما هو معودنا كان طلع له من الماتش ده بجونين ولا حاجه. بس تعالى اقول لك ليه يا معلم بقى هو كان مستعجل على الجون ده وفي الماتش ده بالذات. في منافسه حلوه قوي بادئه من بدايه الموسم ده في مصلحتنا وفي مصلحه كره القدم عموما، وبتفكرنا بحاجات حلوه كتير. المنافسه ديت بقى ما بين مين ومين؟ اكيد كلنا عارفين، ما بين المعلم امبابي والمعلم هالاند والمعلم هاري كين. المعلم ايرلينج هالاند الفايكنج ابن الفايكنج ابن الترجيريان عامل ايه بقى؟ المعلم مسجل في 12 مباراه متتاليه مع المنتخب والنادي عشان يبقى تاني لاعب في التاريخ يعمل الرقم ده بعد المعلم كريستيانو رونالدو. ودلوقتي اللي انت عرفت ان المعلم امبابي كان مستعجل على الهدف بتاع النهارده. ليه بقى؟ عشان المعلم امبابي قبل الماتش ده كان مسجل في 11 مباراه متتاليه مع المنتخب ومع النادي، فكان مستعجل جدا عشان يجيب الهدف ده ويعمل نفس الرقم. هو الواحد حابب المنافسه ده بصراحه ومستني يشوف منها اكتر، بس الحمد لله يا عم امبابي ان هي جت في ماتش اليوفي ما جاتش في ماتش الكلاسيكو، عشان في ماتش الكلاسيكو ما ينفعش الاستعجال ده خالص. احنا عاوزينك تكون هادي والكره اللي تجيلك تخلصها على طول زي ما انت معود.